الزمالك نفس الثنائيات، نفس الشغل. الاطراف الجبهه اليمنى كانت ممتازه بالنسبه للزمالك، في جمل معموله، في شغل جماعي معمول، في امور فرديه ومهاره فرديه عاليه جدا، في ثنائيات معموله بين محمد ابراهيم واحمد جعفر، بين احمد سمير وعمر جابر، وكمان التقدم الكبير بعمر جابر كراس حربه ثاني كان احمد جعفر في بعض الاوقات. اعتقد ان ده كان ممتاز جدا. استمر الاتحاد طبعا زي ما هو عليه 1-9-1 كراس حربه وحيد لرامي ربيع، حتى بنزول محمد حمدي فقط لا غير. دي حقيقه والله يا كابتن، انا اول مره اسمع الطريقه دي. بتوديها ما دي ارجع لها هتلاقي 1-9-1 حارس مرمى وتسع لعيبه وراس الحربه راس الحربه على الدايره الثانيه، فتلاقي 1-9-1. يعني طريقه غريبه جدا. انا ما شفناش عبد الواحد السيد طوال المباراه. يمكن التحرر الوحيد اللي جه في الدقيقه 93.5 بالكوره اللي صدها عبد الواحد السيد، وده دليل قاطع ان كان هناك عند الكابتن احمد ساري بعض الامكانيات المهريه والجماعيه اللي ممكن يقدمها طوال شوط اللقاء، لكن الاحتفاظ بتسع لاعبين في نص الملعب اعتقد ان ده كان موضوع سيء جدا بالنسبه لتكتيك وسيناريو المباراه. نادي الزمالك زي ما قلت لك اكتسب بعض الامور الجيده جدا، زي الثنائيات اللي موجوده على الاطراف، زي الجماعيه، زي نور السيد النهارده اللي انا في رايي من افضل المباريات اللي اداها كلاعب وسط ملعب او ارتكاز. مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.